تخيل أن مدينة كاملة تعيش على الغش والظلم، يبيعون ويشترون، لكن يسرقون في الميزان، يضحكون في وجوه الناس، لكنهم يأكلون حقوقهم، يظنون أن الذكاء في الخداع وأن القوة في الظلم. وسط هذا الجو المليء بالفساد يظهر رجل واحد فقط، يقف شامخا كالجبال، صوته يجلجل بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. إنه شعيب نبي الصدق، وأحد أعظم الأصوات التي نادت بالعدل في تاريخ البشرية. من هو شعيب؟ شعيب عليه السلام أحد الأنبياء الذين اصطفاهم الله لهداية الناس. أرسل إلى أهل مدين، وهي قبيلة عربية قديمة كانت تسكن شمال غرب الجزيرة العربية، قريبة من منطقة تعرف اليوم ببلاد الشام. وقد اشتهر شعيب بلقب خطيب الأنبياء لفصاحته وقوة حجته، حتى أن كلامه كان يلمس القلوب قبل أن يصل إلى الآذان. أهل مدين أمة فاسدة في التجارة والأخلاق. كان أهل مدين يملكون تجارة واسعة، فهم يعيشون في منطقة على طرق القوافل التجارية بين الشام ومكة ومصر. لكن المشكلة لم تكن في التجارة نفسها، بل في أسلوبهم الفاسد. كانوا ينقصون المكيال والميزان، يبيعون للناس كمية أقل مما دفعوا ثمنه. كانوا يبخسون الحقوق فلا يعطون كل ذي حق حقه، وكانوا يقطعون الطرق ويظلمون المسافرين والتجار الغرباء. والأدهى من ذلك أنهم كانوا متكبرين، إذا نصحهم أحد قالوا: نحن أذكى منك وأعرف منك، لا تتدخل في شؤوننا. تخيل مجتمعا بأكمله يتفنن في الاحتيال. لا غرابة أن يرسل الله إليهم نبيا يوقظ ضمائرهم. رسالة شعيب لأهل مدين. وقف شعيب وسط قومه وقال كلمات واضحة وصريحة: اعبدوا الله وحده ولا تجعلوا له شريكا، أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، عاملوا الناس كما تحبون أن يعاملوكم. كانت رسالته بسيطة، لكنها في الوقت نفسه ضربة موجعة لأساس تجارتهم المبنية على الغش. شعيب لم يأتي ليعطل مصالحهم، بل ليعيد لها البركة. لكن وكما يحدث دائما، أهل الفساد لا يحبون سماع الحق. رد أهل مدينة على شعيب بسخرية. بعضهم قال له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يفعله آباؤنا؟ بعضهم هدده: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وآخرون استخفوا بكلامه وقالوا: أنت مجرد إنسان ضعيف، ولولا عائلتك لقتلناك منذ زمن. لكن شعيب كان قويا بالحق، لم يتنازل ولم يساوم، وظل يكرر: يا قوم، أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس حقوقهم. سنوات طويلة قضاها شعيب في الدعوة، بين التذكير والوعظ، بين اللين والحزم. ولكن أهل مدين كانوا يزدادون عنادا يوما بعد يوم. كانوا يظنون أن تجارتهم ستنهار لو تركوا الغش، وأن العدل خسارة، وأن الحق ضعف. لكن ما لم يعرفوه أن الغش يجلب الخراب، والظلم يمهد للهلاك، وأن المال الحرام سرعان ما يذوب كالماء بين الأصابع. ساعة العقاب. حين بلغ الكفر والفساد مداه، وحين أصر أهل مدين على العناد، جاء وعد الله الذي لا يخلف. فجاءتهم 3 مراحل من العقاب. الحر الشديد: أصابهم يوم طويل من القيظ، لا هواء ولا ظلا ولا ماء يرويهم، حتى ضاقت صدورهم. السحابة المظللة: رأوا سحابة كثيفة تحجب الشمس، ففرحوا وظنوا أنها المطر، فأسرعوا جميعا إليها يلجؤون لظلها. الرجفة والعذاب: ما إن اجتمعوا تحت السحابة حتى أتاهم صوت شديد ورجفة عنيفة، فهلكوا جميعا في لحظة واحدة. وكانت هذه النهاية المأساوية لقوم مدين الذين باعوا ضمائرهم بالغش والاحتيال. أما شعيب ومن آمن معه فقد نجاهم الله من العذاب، وخرجوا من مدين آمنين. دروس من قصة شعيب. قصة شعيب ليست مجرد حكاية قديمة تروى للأطفال، بل هي درس خالد للبشرية كلها. العدل أساس الحياة، إذا غاب العدل انهارت التجارة وضاع الأمن. الغش لا يدوم، قد يكسب الغشاش مالا سريعا، لكنه يخسر نفسه ورضا ربه. الصوت الواحد يصنع فرقا. كان شعيب رجلا واحدا، لكنه غير تاريخ أمة بأكملها. العناد يقود للهلاك. مهما كان الإنسان قويا أو غنيا، إذا تمرد على الحق فلا نجاة له. البركة في الحلال. القليل من المال، الحلال يثمر وينمو، أما الكثير من الحرام فيذوب بلا أثر.
كيف نحيي رسالة شعيب اليوم؟ نحن اليوم لسنا بعيدين عن أهل مدين، فما أكثر الغش في الأسواق وما أكثر الظلم في المعاملات. ترى التاجر يرفع السعر بغير حق، والصانع ينقص في الجودة، والموظف يأخذ راتبا بلا عمل، وكل ذلك أشكال مختلفة من بخس الناس حقوقهم. لو عاد شعيب بين اليوم لقال: أوفوا الكيل والميزان بالقسط في البيع والشراء وفي الكلمة والوعد. لا تسرقوا أوقات الناس بالتسويف والتأخير. لا تظلموا العامل ولا الموظف ولا الزبون. اجعلوا تجارتكم قائمة على الصدق، فذلك سر البركة والنجاح. في الختام، قصة شعيب وأهل مدين ليست فقط عن ماض بعيد، بل هي رسالة حاضرة لكل من يظن أن الغش ذكاء، وأن الظلم قوة، وأن أكل الحقوق شطارة. لقد انتهى أهل مدين تحت السحابة، لكن القصة تظل حية لتقول لنا: العدل حياة والغش موت. فلنكن نحن من يتعلم من الماضي، لا من يعيد أخطاءه. وليكن شعارنا في كل تعامل: أعط كل ذي حق حقه، فإن الله لا يضيع أجر الصادقين.